السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الباترن السابع اللي موجود معانا اللي هو ادابتر باترن. طيب ايه هو الادابتر باترن ده؟ عشان خاطر نعرفه خلينا نشوف الديفينيشن بتاعه. بيقول adapter is a structural design pattern that allows objects with incompatible interfaces to work together. طب يعني ايه الكلام ده؟ لو احنا جينا خدنا الجزء الاول من التعريف، بيقول adapter is a structure design pattern، يعني هو من النوع الاستراكشر ديزاين باترن، النوع الثاني من انواع الديزاين باترنز اللي موجوده عندي، المسؤول عن تنظيم العلاقه بين الاوبجكتس وبعضها، تنظيم العلاقه بين الاوبجكتس وبعضها. طب الجزء الثاني بيقول ايه؟ بيقول that allows objects with incompatible interfaces to work together. طب يعني ايه؟ بيسمح للاوبجكتس اللي واجهتها غير متوافقه انها تشتغل مع بعض. طب عشان خاطر نفهمها، لو احنا جينا بصينا للصوره اللي موجوده عندي، انا عندي هنا وانا معايا اللابتوب ومسافر اول مره، الصوره دي طبعا جايبينها من كتاب اللي هو دايف انتو ديزاين باترن. لو احنا جينا هنا بصينا للشنطه، انا خدت اللابتوب وخدت الشاحن بتاعي لمخرجين، اللي هو الشاحن العادي اللي بيركب في الفيشه. فانا جيت سافرت بلد تانية، لقيت ان الفيشه نفسها المفروض يكون الشاحن بتاعي ب3 مخارج عشان خاطر يركب في الفيشه بتاعت الدوله التانية او البلد التانية دي. فهو ده القصد من ان في عندي تو اوبجكتس انكومباتبل، الاثنين مش متوافقين مع بعض. عشان اركب الشاحن اللي موجود عندي اللي هو بسنين ده، عشان اركبه في الفيشه اللي هي ب3 اماكن، عشان خاطر اركبهم في بعض لازم اجيب في النص ادابتر عشان خاطر اخليهم الاثنين يتوافقوا مع بعض. فهو ده التعريف بتاع الادابتر. طيب لو احنا جينا بصينا للجزء الثاني من التعريف، بيقول ايه؟ it acts as a bridge between the client and a third party class, converting one interface into another expected by the client. طيب يعني ايه؟ هو بيعمل في الاخر زي جسر كده في النص بين حاجتين عشان خاطر يخليهم يتوافقوا مع بعض. لو احنا جينا بصينا للمثال الثاني، انا عندي هنا داتا بروفايدر. الداتا بروفايدر الموجود عندي بيرجع الداتا او بيديني الداتا اكس ام ال. طب والابلكيشن اللي موجود عندي بيتعامل مع الاكس ام ال بشكل عادي جدا. طب عندي اناليستيك لايبراري بتتعامل مع الجيسون، بتاخد الداتا من عندي وتحللها، بس محتاجه الداتا دي جيسون، مش محتاجاها اكس ام ال. فرحت انا عملت هنا اللي هو قال عليه اللي هو البريدج بتوين ذا كلاينت اند ثيرد بارتي. عملت هنا حاجه بتحول الاكس ام ال اللي موجود عندي لجيسون عشان خاطر اقدر اخلي الثيرد بارتي اللي مستني مني جيسون ياخد الجيسون ويتعامل بيها. تمام. طيب لو احنا جينا بصينا هنا اليوم ال برضو عشان خاطر نفهم برضو كل السيناريوهات اللي احنا ده النظام اللي احنا هنشتغل عليه ونشوفه في الجزء العملي، ان انا عندي التشيك اوت سيرفيس، عندي بروجكت بيقدم خدمات، الخدمات دي بفلوس، بتدفع فلوس عشان خاطر تاخد الخدمه اللي موجوده عندي. فانا عندي الجزء بتاع البيمنت في السيستم نفسه، انا كنت في الاول عامل اتاحه ان انا اخلي الناس تدفع عن طريق الباي بال، وبنيت السيستم على كده ان الاوتبوت بتاعي بقى باي بال. جه عندي موبايل ابلكيشن وعندي بعض البروجكتس الثيرد بارتي اللي بياخدوا مني السيرفيس الموجوده عندي، بيخش عندي على السيستم عشان خاطر يدفع السيرفيس اللي هو محتاجها وارجع له اوتبوت. فبانوا كل الانظمه بتاعتهم على الانبوت والاوتبوت داتا اللي انا مديها لهم. جه البيزنس محتاج يدخل السترايب، ومحتاج ان هو يدخل مثلا حاجه زي الباي موب او اي حاجه تانية غير الباي بال. ففي الحاله دي كل واحد منهم من سترايب او باي موب او باي بال، كل واحد منهم الانبوت بتاعه والاوت بتاعه مختلف عن الثاني. فانا بنيت السيستم بانبوت واوتبوت محددين، واديت الناس الاي بي اي اللي موجوده عندي، واصبح عندي في توسع في السيستم ان انا هدخل مدخلات ثانيه زي السترايب زي باي موب عليا. فانا في الحاله دي الانبوت والاوت بتاعهم مختلف، فلازم اعمل ادابتر عشان خاطر اخليه يتماشى مع الانبوت والاوتبوت اللي بيستخدموه عندي الموبايل ابلكيشن او اي ثيرد بارتي محتاج عندي الابلكيشن ده. فعشان خاطر نفهم برضو الاكزامبل، خلينا نشوف الكود العملي اللي معانا. لو انا جيت بصيت عندي هنا، اول حاجه عملتها انترفيس، قلت له الاي بيمنت بروسيس، فيها ميثود اسمها باي بتاخد مني الاماونت والكرنسي وبترجع لي بول. طيب انا بنيت ده بناء على ايه؟ انا جاي في مزود الخدمه عملت زي سيميوليت كده، ان انا عندي الباي بال الاند بوينت الخاصه بيها بديها الاماونت والكرنسي وبترجع لي في الاخر هنا الريسبونس بتاعه بترو. تمام. رجع لي الريسبونس بترو، فانا بنيت اللوجيك بتاعي بناء على كده، عملت اي بيمنت بروسيس وخليت الباي دي ترجع بول وبتاخد مني الاماونت والكرنسي بناء على البيمنت بتاعي. وانا برضو عامل الدنيا ابستراكشن عشان خاطر انا مجهز نفسي لاي مزود خدمه او اي طريقه دفع هتيجي عندي جديده. تمام. جيت بعد كده في الباي بال اللي موجود عندي، جيت قلت له الاتش تي بي كلاينت، وجيت هنا على الاند بوينت، ناديت على الاند بوينت بتاعتي واديتها الريكوست اللي هي الاماونت والكرنسي، ورجعت الريسبونس اللي موجود عندي اللي هو بترو او فولس. تمام.
ممتاز جدا. جيت عندي هنا في التشيك اوت عشان خاطر برضو مخلي الدنيا عندي ابستراكشن، عشان خاطر اقدر استخدم اي مزود خدمه جاي عندي جديد. انا عامل حسابي برضو للمستقبل ان اي مزود خدمه هيجي جديد هعرف ان انا اضيفه. تمام. فجيت هنا برضو عملت انجكت الاي بيمنت بروسيس عشان خاطر اقدر من التشيك اوت اقدر انادي على اي حد بيمبلمنت الانترفيس اللي هو اي بيمنت بروسيس. وجيت قلت له هنا في التشيك اوت تعالى اعمل لي بيمنت دوت باي واديني الاماونت والكرنسي، ولو عندي الاوكي دي رجعت بترو رجع لي بيمنت سكسيد، ولو بفولس رجع لي بيمنت فيل. تمام. احنا كده مجهزين الابلكيشن بتاعنا او الجزء بتاع البيمنت بشكل ابستراكشن كويس يقبل عندي اي طريقه دفع جايه عندي جديده. طيب جميل جدا. جيت في البروجرام كلاس هنا قلت له اول حاجه اديني طريقه الدفع اللي انت محتاجها اللي هي زي الباي بال، واديني الاماونت. وانا هنا قلت له لو الجيت اواي ايكوال باي بال اعمل لي هنا نيو انستنس من الباي بال واعمل لي التشيك اوت سيرفيس، اديني الباي بال او طريقه الدفع اللي احنا اخترناها او الكلاينت عندي اختارها. تمام. فانا جيت هنا اما جيت رنيت الابلكيشن، لو احنا جينا بصينا هنا قلت له مثلا باي بال، قال الاماونت قلت له مثلا الاماونت 1000، جه رجع لي بيمنت سكسيدد. ممتاز جدا لحد هنا. فانا عندي اللي هو اللي احنا قلنا عليهم مثلا عندنا الموبايل ابلكيشن وعندنا ثيرد بارتي بيستخدم الخدمات بتاعتي وبيدفع عن طريق طرق الدفع اللي هي موجوده عندي، بيجي يبعت لي مثلا يقول لي طريقه الدفع باي بال ويديني الاماونت، وانا من خلال ده بروح ان انا استخدم الفانكشنز اللي موجوده عندي واروح ادفع عن طريقه الدفع اللي هو اختارها. تمام. فانا جيت عندي البيزنس قال لي احنا خلاص عندنا طرق جديده هنزود ان احنا مع سترايب، وهنزود خدمه ثانيه برده مزود خدمه هيبقى معانا باي موب. تمام. جيت ابص على السترايب لقيت الانبوت بتاعه اللي هو الاماونت والكرنسي والديسكربشن. ممتاز. اجي اديهم وانفذ الاند بوينت دي الاقي عندي الريسبونس بتاعي مختلف. هنا كان بيرجع لي ترو، هنا بقى يرجع لي الستاتس ابروفد. تمام. والانبوت برده مختلف عن الانبوت اللي انا مستنيه. في نفس الوقت برده في الباي موب جيت هنا قال لي الاماونت والكرنسي، وجيت هنا اعمل اكسكيوت لقيت رجع لي ريسبونس برده مختلف، قال لي الكود 200 والمسج اللي موجوده عندي بيمنت سكسسفول. فاصبح الثلاثه عندي مزودين الخدمه او الثلاثه عندي طرق الدفع مختلفين في الانبوت والاوتبوت. فمن هنا وانا الابلكيشن بتاعي الناس اللي رابطين معايا ثيرد بارتي وعندي الموبايل ابلكيشن او غيره، كل الناس دي مستنيه ان هو ساعه ما يحصل سكسيد لعمليه الدفع ارجع له يا ترو يا فولس، حاجه من الاثنين. فانا مش معقول ان انا عشان خاطر كل خدمه موجوده عندي ليها طريقه في الانبوت وليها طريقه في الاوتبوت ان انا اروح اخلي الناس دي كلها تغير على حسب الخدمه اللي موجوده عندي جديده. فيجي هنا دور الادابتر باترن ان انا كل خدمه موجوده عندي هروح اخليها تتوافق مع الانبوت والاوتبوت اللي مستخدمينه كل الخدمات اللي موجوده عندي. فدي طريقه. في طرق ثانيه اللي هو العكس، ممكن تكون انت بتطور في الابلكيشن ويكون عندك ثيرد بارتي بره بيرجع لك داتا بشكل مختلف وانت جاي بتطور الابلكيشن عندك، فبرضه بتحتاج الادابتر. فهنا عشان خاطر نعمل الادابتر على الخاطر الخدمتين الجداد او طرق الدفع اللي موجوده عندي، خلينا نشوف معانا. هنعمل اول حاجه نيو فولدر عشان ننظم الدنيا عندنا ادابتر. تمام. وبعد كده هنيجي نعمل فولدر ثاني نسميه مثلا وليكن سترايب. طيب ممتاز جدا. بعد ما عملت كده هاجي هنا هعمل كلاس اسميه سترايب ريكويست، واعمل حاجه ثانيه اقول له سترايب ريسبونس. وهاجي هنا عندي اشوف السترايب موجود عندي ادى الريكويست اللي هو محتاجه مني، واجي احطه هنا في الريكويست. تمام جدا. وبعد كده هنا الريسبونس اللي موجود عندي اللي هو الستيت ابروف الستاتس ابروفد، واجي احطه هنا في الريسبونس. طيب ممتاز جدا لحد هنا. هاجي هنا اقول له بابليك، بعد كده اقول له بروب واقول له سترينج وادي له الستاتس. تمام. تاني حاجه هاجي هنا في الريكويست اقول له هنا بروب واقول له اول حاجه دبل عشان نعملها هناك اصلا في الاند بوينت اعملها دبل، واقول له الاماونت وبعد كده الكرنسي والديسكربشن، فخليهم مثلا هنا وخليهم سترينج زي ما هو منتظرين مني هنا. طيب لحد هنا كده ممتاز جدا. انا عملت الريكويست والريسبونس. هاجي هنا اعمل سترايب ادابتر واقول له هنا بابليك واجي اخليه امبلمنت من الاي بيمنت بروسيس وانزل الميثود اللي عندي اللي هي باي. تمام. بعد كده اقول له برايفت دي تقول لي، بعد كده اقول له HTTP client underscore HTTP equal new. طيب ممتاز جدا. بعد كده هاجي هنا اقول له var request equal new stripe request واقول له الاماونت equal الاماونت، وبعد كده هنا الكرنسي equal الكرنسي.
بعد كده اقول له في الديسكربشن هنا، اقول له مثلا وليكن تشيك اوت فروم ادابتر ديمو مثلا، اي ديسكربشن. انا عندي هنا في البلاي الميثود اللي هي جايه من الاي بيمنت بروسيس دي بتاخد ديسمال، ودي عندي هنا مستنيه دبل. تمام، فانا اخليها احولها لدبل. ده بقى الادابتر، ان انا بوافق بين تو انترفيس او تو اوبجكت مع بعض، عشان خاطر في الاخر اقدر امشي مع السيرفيس او الثيرد بارتي اللي مستخدمين الخدمات دي عندي من بره. تمام، هم مستنيين عندي ترو او فولس، فانا الانبوت والاوتبوت اللي موجودين عندي مش بيتماشوا معاه دلوقتي، فهعمل ادابتر في النص عشان خاطر اخليهم في الاخر يرجعوا لي الترو والفولس اللي كل الثيرد بارتس اللي مستخدمين الخدمه من عندي يتماشى معاهم. تمام، فجيت هنا قلت له var واقول له ريسبونس، اقول له ايكوال اتش سي بي دوت بوست از جيسون اسync، وبعد كده هديله الاند بوينت اللي موجود عندي واديله الريكوست واقول له دوت ريزلت. طيب هاجي هنا اخد اللينك اللي موجود عندي، اخد اللينك اللي موجود وبعد كده اقول له اي بي اي على سترايب. طيب ممتاز جدا. بعد كده هاجي بقى اطلع الريزلت اللي موجود عندي، اقول له فار ريزلت عشان خاطر احولها بقى لترو فولس، اقول له فار ريزلت، اقول له الريسبونس دوت كونتنت دوت ريد فروم جيسون اسync. تمام، وادي له بعد كده الريسبونس او السترايب ريسبونس واقول له دوت ريزلت. بعد كده هاجي اقول له ريتيرن الريزلت اللي موجود عندي، الريزلت دوت ستاتس لو هو ايكوال ابروفد رجع لي ترو. طيب انا هنا جبت الريسبونس اللي موجود عندي من الاند بوينت دي، بعت له الريكوست بتاعي رجع لي ريسبونس، خدت الريسبونس رجعته للسترايب الريسبونس اللي موجود عندي وقلت له هنا ان الريزلت دوت ستاتس ايكوال ابروف هيرجع لي هنا ترو. طيب ممتاز جدا. هاجي بقى في البروجرام كلاس هنا، هاجي اقول له اول حاجه هنا كده، هاجي هنا اقول له الاي بيمنت بروسيسور واقول له بروسيسور، وهاجي بعد كده خلينا ناخد دي كده ننزلها تحت. تمام، واجي هنا اقول له البروسيسور اللي موجود عندي لو هو باي بال هيقول لي نيو باي بال كلاينت. طيب اقول له هنا else if لو هو عندي الجيت اواي ايكوال سترايب، هيجي هنا يقول لي البروسيسور ايكوال نيو سترايب ادابتر. طيب ممتاز جدا جدا. هنا البروسيسور ايكوال نيو سترايب ادابتر. تمام، وهنا خليه يرجع له البروسيسور. لو انا جيت عندي هنا وجيت قلت له رن الابلكيشن اللي موجود عندي، خلينا نكتب هنا باي بال وهنا سترايب، لان هم عندهم زي ما تقول مثلا عندهم في ثيرد بارتي انام بيبعت لي هو الباي بال او السترايب ويبعت لي الاماونت اللي هو محتاج ان هو يدفعه، وبعد كده برجع له ترو او فولس. فانا جيت هنا قال لي انت عاوز باي بال ولا سترايب، هقول له سترايب، هيقول لي الاماونت اللي انت محتاجه كام، هقول له مثلا وليكن 1000، هيقول لي بيمنت سكسيد. طب لو انا قلت له باي بال جيت قلت له الاماونت 2000، جه قال لي بيمنت سكسيد. فانا هنا مشيت كل الثيرد بارتي اللي موجوده عندي بالطريقه بتاعتهم زي ما هم، وانا جيت عملت عندي في الابلكيشن ادابتر عشان خاطر ان انا اوافق بين الانبوت والاوتبوت اللي جاي لي من بره من السترايب اللي هو الثيرد بارتي اللي بيقدم لي الخدمه، والثيرد بارتي الثاني اللي هو بياخد مني الخدمه ومحتاج ان هو يشتغل على سترايب او باي بال او غيره. نفس الكلام برضو مع هنا مع الباي موب، نفس الكلام هاجي اعمل برضو الريكوست واجي اعمل الريسبونس بتاعي وارجع في الاخر في الريسبونس الداتا اللي موجوده عندي واجي استخدمها هنا زي ما استخدمت دول بالظبط. انا ما حبيتش ان انا اعمل باي موب كمان عشان خاطر ما اطولش وقت الفيديو اكبر، فاتمنى يكون الادابتر وصل للناس، وان شاء الله اسيب لكم الكود على جيت هاب، واشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.